من هراهيطة من اليابان إلى الإسكندرية مكان جديد اكتشاف بيعمل أكل ياباني أصلي وياباني مصري. مكانه هتيجي عند إيزابيلا في بوكلا وتعدي شارع أبو قير طوالي وتدخل الممر اللي على الشمال ده بتاع عمارات العبور، وبكده تكون وصلت للحي الياباني مطعم هاراهيتا. يعني أنا جائع، وتاكل من عندهم أحلى رامن، أكل لذيذ ومفيد. وهاراهيتا بيقدموا 6 أصناف رامن، وأسعار الوجبات عندهم بتبدأ من 28 جنيه ل 49 جنيه بس. مصطفى وحسام أصدقاء من أيام الكلية وصبوا خبراتهم من الشغل من المطاعم اليابانية، فتحوا مع بعض مشروعهم في اسكندرية، واحنا لما عرفنا جينا ندعمه. وطلبنا هيكو ودي رامن بالفراخ، وسيزيكي وده رامن بالصدوق، وياسي ودي بالخضار بس. ويتحط في تحضيرهم عناصر أساسية وهي الفلفل الألوان والجزر والبصل الأخضر والسمسم، والصوص من اختيارك، صوص مصري أو صوص ياباني بالبهارات والتوابل بتاعتهم. ويطلع نصر العصار الياباني وأحلى تحية للأكل الياباني. منظر الأكل كان حلو جدا زي اللي بيبقى في الأفلام الياباني، أخيرا شفناه على الحقيقة. المنظر عاطفي جدا للعين. ودي ياسي بالخضار، ودي سوسويحي بالصدق، ودي هوكو بالفراخ، وحاجة آخر انبهار. ويدخل نصر على اليساري ودي خضار بالصوص الياباني ويدب الخشب دي. تطلع بصراحة الشكل حلو جدا، وهي حلوة للناس الفيجيتيريان. وده زيتون بيبقى مع الوجبات طعمه جميل ومش حادق. وده بقى الفلفل جامد جدا يا جماعة، معرفش اسمه ايه بس طعمه حلو قوي، مش حادق بس جامد قوي. ويدخل نصر على رامن السوسيكي بالصوص المصري، وجامد قوي، طعمها لذيذ جدا، والصدق مع الخضار والمكرونه طعمه حلو قوي، وعجبت نصر جدا الوسيجي. ويدخل نصر على اخر حاجه هويوكو رامن فراخ بالصوص الياباني، وطعمها كان لذيذ والصوص الياباني روعه. والتجربه جديده وجميله جدا، وبيقدموا نوع جديد ومختلف عن المطاعم في مصر، واكلهم يستحق انكم تجربوه. واتمنى التوفيق للشباب الجدع المكافح، ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جيه.